زيد بن ثابت اللي كلمتكم عنه، طبعا زيد بن ثابت من أعلم الناس بالقرآن. يكفي أن تعرف أن زيد بن ثابت هو الذي جمع القرآن بأمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. جمع القرآن، قال والله لو كلفني أبو بكر بحمل الجبال لكان أهون علي، لكن زيد جمع القرآن، يعني ده حاجة تقيلة جدا. زيد بن ثابت حل مشكلة عالمية كان ممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا من الصحابة، وهو يوم أن مات النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في سقيفة بني ساعدة، المكان اللي اتجمع فيه الصحابة عشان يختاروا من هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المهاجرين متفقين على أبو بكر، الأنصار في أول النهار كان يعني يميلون إلى سعد بن عبادة، لأن سعد بن عبادة سيد الأنصار، فكان يميلون إلى سعد بن عبادة. المهم حصل كده إيه مناوشات خفيفة، والناس كل واحد بقى يقول رأيه، وحس المهاجرين إن كده ما ينفعش، أبو بكر هو الخليفة، الكلام ده مفترض يكون واضح للأنصار. المهم مين اللي قام وحل المشكلة؟ زيد بن ثابت. خد بالك زيد بن ثابت من الأنصار. زيد بن ثابت دلوقتي عنده كام سنة؟ زيد بن ثابت ما كملش 20 سنة أو 20 سنة. بيتكلم مع مين؟ بيتكلم مع أبو بكر وعمر والناس ديت، ناس خمسينات وستينات، يعني فرق بينه وبينهم بال30 وال40 سنة. بس عارفين يعني إيه زيد بن ثابت بيقوم يتكلم؟ كله سكت. قال فقام زيد بن ثابت. يعني إيه زيد بن ثابت؟ يعني واحد معاه قرآن. لو جبنا واحد دلوقتي خاتم قرآن عنده 20 سنة ممكن الناس ما تعتبروش أي حاجة أصلا. ليه؟ لأن مش ظاهر عليه القرآن، مش بالكمية هي. في واحد يحفظ القرآن يوزن بلد، في واحد يحفظ القرآن ولا يأثر فيه ولا ليه قيمة. قام زيد بن ثابت، دي حاجة كبيرة عند الصحابة، يقوم زيد بن ثابت يتكلم. تخيل واحد 20 سنة بيتكلم ناس أربعينات وخمسينات وستينات، الناس كلها سكتت تسمعه. فقال زيد يا معشر الأنصار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وكنا أنصاره، وسيكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين وسنكون أنصاره. قال فسكت القوم. قام أبو بكر وقال لو قلتم غير هذا ما صالحناكم. إن في وحي أن أبو بكر يكون خليفة النبي عليه الصلاة والسلام. عجيب. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، مشكلة الخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب وزعموا أن علي بن أبي طالب عمل مشكلة. إيه المشكلة اللي عملها علي بن أبي طالب؟ قالوا حكم الرجال في دين الله، وربنا بيقول إن الحكم إلا لله. فعلي بن أبي طالب قال لابن عباس روح خلص الموضوع دوت. راح ابن عباس ل24,000 من الخوارج يناظرهم لوحده، قال لهم هاتوا كل اللي عندكم. قالوا له كل حاجة، كل اللي عندهم. المهم جم في الشبهة بتاعت إيه؟ إنه حكم الرجال في دين الله. قال أسألكم بالله عليكم، ألم يقل رب العزة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ قالوا له قال ألم يقل رب العزة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال أسألكم بالله أحكم الرجال بين رجل وامرأة وفي أرنب بربع درهم أولى أم في دماء المسلمين؟ فقالوا بل في دماء المسلمين أولى. قال هل خرجتم من هذه الشبهة؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. ابن عباس رجع ب20,000 واحد تائب، فضل 4,000 قتلهم عليه يوم النهروان. حل مشكلة كبيرة بإيه؟ فهم عميق جدا للقرآن رضي الله عنهم وأرضاهم. سالم مولى أبي حذيفة قلب الدنيا يوم اليمامة. يوم اليمامة ده كان نهاية، كان الإسلام هينتهي خلاص، والصحابة كانوا في معركة اليمامة مع مسيلمة وجيشه، وكانت المعركة وصلت لحد غير عادي، وخلاص الدنيا صعبة والنصر بقى مش سهل. لما سالم مولى أبي حذيفة رأى هذا الكلام، سالم في أول المعركة قبل المعركة تبدأ كان معاه لواء المهاجرين، فقالوا المهاجرين قالوا يا سالم نخشى أن نؤتى من قبلك. فقال سالم كلمة قوية جدا، قال تؤتون من قبلي؟ بئس حامل القرآن أنا إذن. وسالم تعرفين من كبار أئمة القرآن، قال خذوا القرآن من 4 وذكر منهم سالم مولى أبي حذيفة. قال بئس حامل القرآن أنا إذن، لو أن تتيهوا من ناحيتي يبقى ملوش لازمة القرآن اللي أنا حافظه دوت. فعلا سالم قلب الدنيا. لما الدنيا شدت قام سالم وتحنط ولبس الكفن، لبس كفن وصرخ في الناس يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال، يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال. ثم حفر لنفسه حفرة رشأ نفسه فيها وأخذ يقاتل رضي الله عنه حتى قتل في مكانه. الدنيا بقى انفجرت بعدها، هاجت المعركة، وكان النصر حليف المسلمين بسبب سالم
مولى أبي حذيفة حامل القرآن، حامل القرآن.